فوق 30,000 هاكر من كل أنحاء العالم بيتجمعوا كل سنة في المكان ده. So I've got questions. Who here is from other countries? Wow. ناس معروفين بأنهم غريبي الأطوار، ومهووسين بشيء واحد فقط، ألا وهو الاختراق. اختراق أي شيء ممكن تتخيله، من الأجهزة للسيارات. This car is locked. Can you get me in? I'll unlock it for you. Should be good. للحكومات، وحتى الحاجات دي ممكن يتحكموا فيها عن بعد، وأحيانا بتوصل للتفجير. فتخيل معايا تجمع العدد الكبير ده من الهاكرز والقراصنة في مكان واحد، تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ ثم تقول: أيها الرفاق، لماذا لا نسرق بنكا اليوم؟ في الحلقة دي هنخش سوا داخل أخطر وأغرب تجمع للهاكرز في العالم. أظنها فكرة رائعة. حسنا، إذن ديفكون. ناس كتير بتعتبرهم الأخطر والأكثر نفوذا في العالم الرقمي، وأحيانا في الواقع كمان. في العالم الإلكتروني الخاص بالاختراق يوجد فريقان: مخترقو القبعة البيضاء ومخترقو القبعة السوداء، الطيبون والأشرار. لأنه لما تكتشف الحاجات اللي الهاكرز دول بيقدروا يعملوها، هتعرف إن الموضوع مش مجرد مواقع وسيرفرات بس، ده ممكن يسبب خسائر مادية ضخمة. الموضوع ممكن يوصل لأنظمة كاملة زي محطات الطاقة وتوزيع الكهرباء، وحتى التحلية والمياه والمحطات النووية، أو حتى القطاع البنكي. ده كمان ممكن يوصل للساتلايت. فبقدرات زي دي انت ممكن تأثر على دول وكيانات كاملة. لو بصيت هنا مثلا هتلاقي الواحد من دول بيطلع على المسرح. Welcome to DEF CON. يعرض اختراقاته المجنونة، اختراقات سيارات، إشارات مرور، طيارات بدون طيار، حسابات بنكية، ألعاب أونلاين، اختراق هاكرز تانيين، شبكات واي فاي وبلوتوث. You can do monitor mode, you can do injection, you can do all of the things that we love to do as hackers with these wireless cards. شرايح السم، وحتى أجهزة الآيفون. تقريبا أي شيء يجي على بالك يمكن اختراقه هنا. ده المكان اللي هتلاقي فيه نفس التقنيات اللي بيستخدمها ال NSA، ال CIA، وحتى ال FBI. تاخد الكبيرة، الجهات دي بتيجي تتعلم أصلا في المكان ده، فلك أن تتخيل. طيب إيه هو ديفكون؟ ببساطة هو أغرب وأكبر تجمع للهاكرز في العالم، وبيحصل كل سنة في شهر أغسطس في مدينة لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهتلاقي هناك كل أنواع البشر حرفياً. هتلاقي الهاكرز، الباحثين الأمنيين، وحتى موظفين الاستخبارات وأفراد من ال FBI. كل ده بتلاقيهم مع بعض في نفس المكان. تخيل وانت ماشي هناك كده معدي، تلاقي جنبك مدير ال NSA، واللي هي وكالة الأمن القومي الأمريكي. Honor to be here. It's an honor and a privilege to be here. You know, one of the things I want to talk about is the freedom domain, the internet, and what we can all do to work on this. تطلع برا القاعة تروح تشوف توك، تلاقي اللي واقف على المسرح أصلاً أعلى رتبة في US سايبر كوماند، ودي تعتبر القيادة العسكرية في أمريكا والمتخصصة في العمليات السيبرانية دي. فأنت عندك تجمع كبير في المكان ده عبارة عن هاكرز والناس اللي بتقبض عليهم في مكان واحد. طيب ايه اللي مخلي ديفكون مختلف؟ من اول لحظة هتخش فيها المكان ده هتحس انك دخلت لعبة من انواع السايبر بانك. كل حاجة حواليك فيها كهرباء، هاكرز بكل الاشكال والالوان حرفيا. ناس قضت حياتها كلها ورا الشاشة، وتقدر تقول ان هما في اليوم ده بيخرجوا في النور مرة واحدة. لكن ديفكون مش مجرد شكل وخلاص، ده واحد من أقدم مؤتمرات الهاكينج في العالم. بدأ من سنة 1993
وكل سنة بيبقى هو ده المكان اللي بيظهر فيه أحدث الثغرات وأخطر التكنيكس اللي ممكن تستخدمها. أحيانا الباحثين الأمنيين لما بيطلعوا على المسرح بيشرحوا ثغرات منها اللي بيبقى لسه شغال حاليا وتقدر تجربه بنفسك، والباتش بتاعها ما بيبقاش لسه نزل. انت أول انطباع ليك لما تروح هناك هيبقى ايه ده، في كتير زيي. كل شخص في الناس دي بيبقى عنده هاندل، يعني اسم مستعار بيستخدمه طول الوقت. طول حياتك في عالم الهاكينج بتنادى بالاسم ده. وفي عرف الهاكرز في قاعدة مشهورة: اختار اسمك بنفسك قبل ما يتفرض عليك. والفكرة دي أساسها قديم، منتشر خصوصا في عالم الهاكينج والجيمرز، ان كل واحد بيبقى ليه اسم مستعار مميز بيه. انا فاكر في احدى المسابقات كان جه وقت التسجيل او الريجستريشن، وده اللي بتستلم فيه الاي دي بتاعك. فالفريق بتاعي كان بيستلم الاي ديز، وفجاه بيندهوا على احمد عطيه احمد عطيه، انا مش واخد بالي، واذ فجاه نادوا على ليمبو. وقتها ما كانش حد لسه يعرف شكلي، والناس كلها كانت عايزه تعرف مين البني ادم ده، فكله التفت حواليه. انا من الخضه وقتها عملت نفسي انا كمان بدور معاهم، اللي هو ايه ده، هو فين؟ فانت الاسم اللي هتختاره هيفضل مكمل معاك. وطلب بسيط: اكتب لي الاسم الخاص بيك تحت في الكومنتس. خلينا نشوف الاسماء عامله ازاي. الناس اللي في المؤتمرات اللي زي دي خلال فترة حياتهم بيبقوا وصلوا لحاجات كبيرة فعلا، زي ممكن مثلا تلاقي أول شخص اخترق ايفون أو عمل له جيرلي بريك واقف جنبك. وناس كتير ممكن تبقى عملت بلاك هات اكتيفيتيز، اخترقت بنوك شركات، بس عمرهم ما يقولوا. فانت هتلاقي الطيبين والأشرار، لكن الشيء المشترك ما بينهم ان الناس هناك ودودين عكس المتوقع. وممكن تبقى شايفهم عباقرة ومهووسين وغاربين الأطوار صحيح، لكن لو رحت سلمت على أي مجموعة قلت لهم ها بتتكلموا عن إيه، هتلاقي نفسك دخلت في نقاشات ممتعة جدا ومواضيع عمرك ما هتنساها. كنا واقفين شلة شباب مع بعض ولقينا ميدو داخل علينا، وكان بيحكي لنا عن أغرب ثغرة كان لسه مكتشفها قريب، إنه أثناء وقت التسجيل في الموقع ودى الريكوست على أداة بيرب سويت، ولقى تقريبا زي في اوبشن مطفي مكتوب is admin equal false. كل اللي هو عمله شال فولس دي وحط ترو وبعت الريكوست، فجأة بقى ادمن في الموقع. بس كده. فالموضوع فعلا ممتع، وانا مش هقدر اوصفه من هنا ورا الكاميرا، لازم انت تجربه بنفسك. بص انا عارف ان انت انطوائي وعايش بقى جو مستر روبوت وبتكره الكلام مع الناس، كلنا كده الحقيقة. بس مهما كانت درجة انطوائك لما تخش المؤتمرات دي هتطلع بأصدقاء، ده لا محالة. خد وقتك وتعلم منهم وما تقلقش، محدش بيخبي المعلومة عن حد. وده حرفيا جمال المجتمع اللي احنا فيه، الكوميونتي بتاع السايبر سيكيورتي. محدش بيبقى عارف كل حاجة. انا ببقى عارف ان صاحبي هو متميز في الحتة دي وشخص تاني متميز في حتة تانية، فكلنا بنكمل بعض. في ديفكون لو دخلت الاكسبو فلور هتحس انك حرفيا في متحف سايبر سيكيورتي. هتلاقي هاردويرز، سوفت ويرز، تولز عمرك ما شفتها اصلا معروضه وبتتباع. اي هاردوير او اجهزه نفسك تقتنيها هتلاقيها في المكان ده، اللي هو عارف انت الفلاشه لما تحطها في الجهاز فتهكر الجهاز كله. قارئ ذاكرة سريعة واحد في حاسوب واحد وتستطيع أن تسيطر على شركة كاملة. هو المكان ده بدون مبالغه انت ممكن تفضل ساعات قاعد بتقرا بس اسماء البوثز او اللي هي الاماكن بتاعه الحاجات دي. ما بالك بقى لو دخلت حاولت تتفاعل معاهم. فاي شركه لها علاقه بالامن السيبراني هتلاقيها موجوده هناك. والشيء الملاحظ في كل الناس حواليك هو التيشيرتس. هاكرز لاف تيشيرتس. كل واحد فيهم هتلاقيه لابس تيشيرت بيحكي قصه، نكته تقنيه مثلا، كود او حتى جمله غريبه تعتبر وسيله للتعبير بدون كلام. ولو هتكلم على اكتر حاجه بتميز ديفكون عن اي مؤتمر تاني، هي البادجات. مش مجرد كارت مطبوع عليه اسمك، لا، دي حرفيا قطعة فنية بتنور، تقدر تلعب عليها جيمز، بتفك ألغاز، وبعضها بيحتوي على تحديات لازم تحلها علشان تفتح خصائص سرية في البادج ده غير انها بتوضح مستوى صلاحياتك وايه الاماكن اللي تقدر تخشها داخل المؤتمر. لكن الشيء الرئيسي في ديفكون واللي الناس كلها بتستناه وراحة مخصوص علشانه هي التوكس. كل بيستنى اللحظة اللي بيطلع فيها الهاكر أو الريسيرشر على المسرح ويشرح ثغرات أو تقنيات ممكن لأول مرة يتم عرضها. والتوكس دي عادة بتبقى ما بين نص ساعة لساعة،
حسب القاعة طبعا والمحتوى بتاعها، وبيبقى فيه زي نظام أسئلة في الآخر. ومن أفضل التوكس اللي أنا شفتها هناك عندك دي مثلا من بيل سويرنج، عمل توك بعنوان هاك ذا بوليس، إزاي تخترق الشرطة، وكانت في ديفكون 27. شرح فيها إزاي يخترق معظم أنواع رادارات السرعة اللي بيستخدمها الشرطة. يعني تخيل تبقى ماشي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة ويبان على شاشة الرادار بتاعة البوليس إن أنت ماشي بالسالب. So 111 miles an hour. ده ممكن يبان ان انت اصلا مش موجود لو مفيش اصلا عربية عدت. وعندك في ديفكون اللي فات كان في توك بعنوان Inside the FBI Secret Encryption Phone Company إينوم، واللي الاف بي اي عملوا فيها حركة عبقرية، زرعوا باك دور او باب خلفي زي فيروس يعني في جهاز اسمه إينوم فون. وده جهاز اتشهر على انه اكتر جهاز امانا وتشفيرا في العالم، وكان بيستخدمه كل تجار المخدرات والمجرمين في كل حتة. بس الجهاز اللي كانوا شايفينه مشفر طلع مرصود بالكامل من الاف بي اي، فكانوا بيصطادوهم واحد ورا التاني، لدرجة ان هم كانوا بيسيبوا عمليات بيع مخدرات تتم عن قصد عشان محدش يحس باله ان الاف بي اي مهكر الجهاز ده. وفي ديفكون 23 كان في توك بتتكلم على اختراق الدرونز. واحد كان ابن جاره مضايقه حبتين وكان كل شوية يشغل الدرون ويطيرها حوالين البيت، فجأة الشخص اللي قدامنا ده راح اخترق الدرون وعمل لها هايجاكينج. مش بس قدر يوقعها، ده كمان قدر يخلي موديلز تانية يتحكم فيها بالكامل. يعني تخيل واحد بعت لك درون فانت تتحكم فيها فتبقى معاك انت، يعني مش توقعها، لا تكنترول الدرون حرفيا. ومش بس كده، ده قدر يلاقي فيها ثغرات ممكن اي واحد متعلم الهاكينج جديد يعرف يطبقها، زي انه لقى مثلا تلنت مفتوح بدون باسورد. Let's give it a quick scan. And it turns out when we scan it with Nmap, yup, it's a flying FTP server. I telnet directly to the box, and all of a sudden I see that. فقدر يخش على اعلى صلاحية الدرون ده ويعمل اللي هو عايزه في ملفاته. روسيا وقتها 200 مكالمة فايتة، والله العظيم اروح في داهية. المشكلة ان معظم الدرونز دي لما تنزل من المصنع بيبقى بالفعل فيها ثغرات. يعني احنا لو في 2025 وطلع ان في ثغرة مثلا في الاس اس اتش اصدار الفلاني، ممكن تلاقي المصنع لسه بعد 3 سنين بيستخدم نفس الاصدار اللي فيه الثغرة من كام سنة فاتت. انت خلاص الدرون او الجهاز اللي معاك فيه مشكلة ويمكن تهكيره. طبعا الموضوع ممكن يبقى مجنون اكتر من كده كمان. في ديفكون 22 جوم هوارد وديفنت شرحوا فيها بالتفصيل ازاي ممكن يخترق انظمة المصاعد او اللي هي الاسانسيرات حرفيا. ومؤخرا السنة اللي فاتت كان في برضه توك عن اختراق احدث ايفون وقتها، واللي هو كان ايفون 15. وبعدها بشهر على طول نزل الايفون 16. مش احتمال تلاقي السنة دي كمان برضه اختراق ايفون 16. التوكس دي مش مجرد عرض معلومات على الشاشة بس، الواحد فيها بيطلع بيقدم خبرات سنين وشغله على موضوع واحد بس. هتخيل معايا أذكى عقول العالم تيجي واحد منهم يمسك تكنولوجيا معينة وليكن مثلا الدرون، يقعد 5-6 سنين بيدرس الحاجة دي بس، وفي النهاية يطلع يقدم لك الموضوع ده في هيئة عرض على الشاشة. لكن لو بصيت بعيدا عن التوكس دي والقاعات الكبيرة اللي انت شايفها والأعداد دي، هتلاقي شيء مختلف تماما. وهي عبارة عن زي أماكن أصغر لكن فيها أشياء تفاعلية بشكل كبير، مش مجرد شخص واقف على مسرح وبيقدم حاجة. والغرف دي بيسموها villages أو يعني قرية. والأماكن دي تقدر تحضرها عادي لو انت في المؤتمر، ودي بتتعلم فيها ازاي تخترق بإيدك. لا مش بإيدك بالكيبورد، بإيدك حرفيا. طب ايه حكايتها؟ في مرة من المرات كانوا بينقلوا مكان المؤتمر لفندق جديد كان اسمه رافييرا، فنزلوا اعلان على المنتدى بتاع ديفكون ان في قاعات والله فاضية لو حد عايز يعمل فيها حاجة، لكن شرط الفترة الصباحية ما تبقاش القاعة فاضية، لازم يبقى فيها نوع من الاكتيفيتيز فالناس تفضل فيها من الصبح لحد بالليل. فناس قالت ايوه تمام احنا ناخد المكان ده، وقالوا احنا هنجيب شوية اقفال اللي هي لوكس ونعلم الناس ازاي تعمل لوك بيكينج.
او ازاي يفتحوا الاقفال اللي موجوده على البيبان مثلا والخزن، بحيث ان انت لو في يوم من الايام رايح تعمل فيزيكال اتاك او ريد تيمينج وقدامك باب مقفول تعرف ازاي تفتحه. وناس تانية قالت خلاص واحنا كمان هنجيب شويه ترابيزات ونحطها ونحط عليها كمان هاردويرز ونعلم الناس ازاي يعملوا هاردوير هاكينج، بما ان ده شيء مش كل الناس تعرف تتعلمه اونلاين، لازم يبقى الهاردوير قدامك واجهزه متخصصه في الحاجات دي. وفي ناس تانية قالت خلاص واحنا كمان هنعمل توكس، لكن مش هتكون مسجله ابدا، لا موبايلات ولا كاميرات ولا اي حاجه، لان في السكاي بلوكس دي او الاماكن دي بتتقال اسرار فعليه ممكن صاحبها قد يجرم نفسه على فعل شيء ما، لكن بيعرضها للناس. ومن اللحظه دي بدأ مفهوم الفيليج، واول ناس اطلقوا على نفسهم موضوع الفيليج اللوك بيكينج. ومن هنا بقى عندك درون فيليج، اي اي فيليج، واي فاي هاكينج فيليج، واسماء تانية كتير. والمصطلح نفسه انتشر وبقى في مؤتمرات تانية غير ديفكون. عموما في المؤتمرات في قاعدة مشهورة جدا ألا وهي The more active you become inside the con the more fun you have. كل ما كنت متفاعل أكتر كل ما كانت تجربتك هتبقى أحسن. أنت مش دافع فلوس عشان تمشي ساكت وسط الناس، بالعكس أنت ممكن تروح ايفنت واحد بس من اللي موجودين في ديفكون وتضيع عليه 3 أيام كاملين وتنسى باقي المؤتمر أساسا. أو ممكن تبقى ماشي وتلاقي لغز وتحاول تفكه وتنسى انت رايح المؤتمر ليه اصلا. فلو شفت حد في ديفكون ماشي وماسك نوتة وعمال بيكتب فيها وبيتلفت كأن في حاجة ضايعة منه، فده سيبه في حاله، فاعرف انه في الاغلب بيحل لغز او تحدي من التحديات المتوزعة على المكان. في ديفكون المسابقات مش موجودة في مكان واحد او في قاعة واحدة، دي في كل حتة حواليك حرفيا، سواء المسابقات الأساسية أو المسابقات اللي بيعملوها الفيندورز، أو ممكن تبقى ماشي تلاقي حتة بازل على السقف أو على الأرض وتبدأ إن أنت تفكها. ومن المسابقات الجامدة اللي حصلت مؤخرا في ديفكون تحديدا السنة اللي فاتت كان عندنا Capture the Packet، ودي واحدة من أقوى مسابقات البلو تيم، بتفهمك إزاي تصطاد وتفلتر الباكيتس أو الحاجات اللي بتعدي في الشبكة وتحللها كأنك في انسيدنت ريسبونس حقيقية. وكان في مسابقة تانية كانت كار هاكينج CTF، ازاي تختبر مهاراتك في موضوع الكار هاكينج، ازاي تفتح السيارة تاخد فول اكسس عليها، في الاغلب هتبقى تسلا. وفي واحدة تانية كمان اسمها Dungeons and Defcons، كأنك بالضبط جوه لعبة RPG جماعية وفيها الغاز، تشفير، فيزيكال بازلز تحلها بنفسك، تتنقل من فيليج للتانية، تحل مهمات جانبية وتجمع نقط. الجامد اللي فيها بتعلمك ازاي تحل تحديات CTF كأنك في سكيب روم اللي هي الغرف المغلقة دي، ومناسبة لأي مستوى وأي سن تقدر تشارك فيها. وفي عندك هاكاسات، دي مسابقة بقى من عالم تاني، لا هو حرفيا من عالم تاني خارج كوكب الأرض. تدخل مركز أبحاث فضاء افتراضي زي بتاع ناسا، تتعامل مع أنظمة الGPS وتشفير الأقمار الصناعية والاتصالات دي بتتم ازاي كأنها محاكاة واقعية تماما. وفي عندك هاك فورترس، ده بقى مزيج من الجيمينج والهاكينج، فلو انت شخص جيمر فده ميكس حلو جدا ليك، كأنك في كول اوف ديوتي بالظبط كده. تمنع الفريق التاني من هو يكسب عن طريق انك تخترق الفريق التاني او تزود قوة الفريق بتاعك، فانت هاكر جوه لعبة. ازاي تبقى اوفر باورد وتعيش الاحلام بقى دي كلها. وفي ريد اليرت ICS CTF، دي بقى مسابقات يعني تحت شوية، بتعلمك ازاي تتحكم في الاندستريال كنترول سيستمز اللي هي الاجهزة الصناعية نوعا ما، محطات الطاقة والكهرباء والمياه، الحاجات اللي بتتحكم في العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. وكل سنة بيبقى فيه حاجات جديدة، هاردوير هاكينج، درون هاكينج، IoT ديفايسز، لكن ده مجرد أمثلة من اللي كان السنة اللي فاتت. وخد بالك اللي بيكسب في المسابقات دي بياخد ديفكون بلاك بادج. شوف بقى ده كله كوم، يعني اللي أنا شرحته ده كله تحديات دي كوم، وديفكون CTF كوم تاني تماما. دي أصعب CTF أنا دخلتها في حياتي، يعني مش حتى الفاينل، ده التأهيلات بتاعتها كلام عبيط، شوية حاجات جيبرد ستايلز اللي احنا عارفينه، تحديات ويب وشوية ريفيرس وشوية بون وكريبتو اللي احنا عارفينه، لكن بطريقة عمرك ما شفتها قبل كده ولا هتشوفها حتى في حياتك، ويا ريت ما تشوفهاش عشان فعلا هتتعب نفسيا. الفاينل بقى ده ليفل تاني خالص، ده بقى مش مجرد CTFs اللي احنا عارفينها، ده اتاك اند ديفنس، يعني فريق بيهاجم وفريق بيدافع وفريق بيهاجم فريق تاني ويهاجموا الفريق الأضعف عشان ياخدوا منه الفلاجز ويمنعوا ان هو. هنعمل عليها حلقة، ده ما تنفعش تتقال في النص كده، لازم يتعمل حلقة على ديفكون CTF واحكي لكم تجربتي مع الكواليفيكيشنز كانت عاملة ازاي.
فمن اول ما تدخل ديفكون لحد ما تطلع هتلاقي تحديات وسيناريوهات غريبة جدا، زي انه مثلا يطلب منك تفتح قفل باب وتدخل المكتب وتسرق البيانات من على جهاز الكمبيوتر ده وتخرج في اقل من 15 دقيقة، حرفيا كأنك في لعبة او فيلم اكشن. في احد التحديات كان مطلوب منك تسرق البيانات من على الجهاز ده بشرط ان الجهاز طبعا يفضل شغال. فجي واحد حاول انه يعمل انلوك للجهاز ويخش عليه، ما عرفش يفك تشفيره، راح فكه بالمعنى الحرفي. لا، هو فك الجهاز كله وخده معاه، خرج بيه من المكتب. تفكير خارج الصندوق. صندوق ايه ده؟ خد الصندوق كله معاه بره. وعادي جدا وانت ماشي تلاقي واحد مجنون زي الراجل ده سيبه ويمشي. انت هنا وسط مجتمع من الهاكرز، يعني لو في اي باب مقفول في الاغلب هيفتكروه تحدي ويحاولوا يفتحوه، يعني حتى لو كاتب عليه ممنوع الدخول برضه هيحاولوا يفتحوه، هيفتكروا ان ده جزء من تحدي او لعبة، وانه انك لازم تفتح الباب عشان هتلاقي جايزة ورا الباب. ونصيحة، انت في ديفكون وسط هاكرز حقيقيين، ما تبقاش غبي وتتصل على اي واي فاي مفتوح، وما ينفعش تستخدم اي ATM في المكان اصلا، ولا حتى في لاس فيجاس كلها في الاسبوع ده. امشي بكاش، ما تمسكش اي حاجة الكترونيك. يعني بص هنا مثلا عاملين شبكة مفتوحة، واي حد بيتصل على الشبكة دي بيعرضوا نسخة من الترافيك بتاعه بالكامل على الشاشة، المواقع اللي دخلها، اليوزر نيم والباسورد بتاعته، ومسمينها وول اوف شيب او حائط الخرفان. مش منطقي تتصل على واي فاي بابليك في وسط جماعة هاكرز. يعني اشياء ناس كتير غلط فاهمينها عن ديفكون، زي مثلا فكرة ان الناس هناك كلها بلاك هات، وانك تتعلم كيفية اختراق بنك بكبسة زر اول ما توصل، وازاي تهرب من FBI، وكل الحاجات هناك غير قانونية. طبعا الكلام ده مش صح، وانك لازم تحضر بقى وانت لابس ماسك واقناع الهاكر وتتخفى زي مستر روبوت، برضو ده مش صح. في الحقيقة في ناس بتعمل كده وبتتصرف بطريقة غريبة، لكن ده نوعا ما جزء من المرح. بس هل فعلا في حاجات غير قانونية؟ يعني ماشي. زمان في ديفكون لو انت كنت شكيت في احد الحضور ان هو من البوليس او فيدرال، فكنت تقدر وقتها تقول spot the Fed، او ان انا لقيت فيدرال. So what makes you, we'll start with you, what makes you think he's a Fed? He just seemed the most square dressed, very vanilla. او بمعنى صح ضابط متخفي، وبتكسب تي شيرت وقتها عليه مكتوب I spotted a Fed. لكن حاليا الامور بدأت تختلف شوية، والفيدرالز بقوا مدعوين بشكل رسمي في ديفكون، كمان بيدوهم بوثز واماكن يعملوا فيها اللي هم عايزينه، وكمان بيطلعوا على الستيجز. فالعلاقة ما بين الهاكرز وما بين البوليس نوعا ما بقت انعم من الماضي، ودي بصراحة انا شايفها احد الاشياء السلبية في ديفكون الايام دي. خلينا اكون صريح، ديفكون مش دايما بيكون مريح للجميع. يعني بص هنا مثلا الزحمة رهيبة جدا واللاينز طويلة، يعني انت ممكن تفضل نص ساعة في طابور عشان توصل للغرفة اللي انت عايزها، او تقف ساعتين كاملين عشان تشتري تي شيرت، واخر لما توصل تلاقيه خلص. الصوت عالي جدا، المكان نويزي، وفي ناس ممكن تتعب من كتر الدوشة والزحمة اللي فيه. وخلال فترة الصبح بيبقى ديفكون اللي احنا عارفينه، لكن في المساء وبعد الساعة 6 تحديدا بيتحول لمكان تاني، حفلات، شرب، قمار، كل حاجة الحاجات دي. فانت لو ناوي تروح، انت اخرك الساعة 5 تبقى في الفندق، غير كده ما اشوفكش في فيجاس خالص. لدرجة انك ممكن تلاقي واحدة عمالة بتغني جنبك وانت بتحل CTF. نوعا من التشويش والعمل تحت ضغط يعني. ولو انت من الناس الرايقه وما بتحبش الدوشه والتوهان زي كده، احسن لك روح بلاك هات، منظم بطريقه اكتر وبيحصل في نفس الاسبوع، والاتنين تحت نفس الشخص. The Darknet Tangent هو ده الشخص اللي بيدير ديفكون وبلاك هات، بس مينلي ديفكون. عندك بلاك هات الناحيه دي رسمي، بدل وكرافتات، وكل الشركات هناك بتعرض منتجاتهم، شركات السكيورتي طبعا، وبيقولوا لك ان والله منتجنا ده هيخليك امن فلازم تشتريه، وزي ما انت شايف موجه للشركات بشكل اكبر. على الناحيه التانية بقى هتلاقي ديفكون تيشيرتات كلها سودا وبناطيل كارجو، وفي الناحيه دي بيقول لك ازاي تخترق المنتجات اللي في الشركات التانية دي. يعني على اليمين يقول لك ازاي تحمي نفسك 100%، وعلى الشمال يقول لك الكلام ده مش صح، وموجه اكتر للافراد تحديدا. ولو بصيت وسط الزحمه دي كلها هتلاقي مجموعه من الاشخاص لابسين شبه بعض، يا اما في الاغلب احمر يا اسود، ودول بيكونوا ديفكون جونز.
دول فريق التنظيم في ديفكون اللي ماسكين كل حاجة. واحد من اكتر الناس اللي بحترمها من ضمن الجوينز دول شخص اسمه جريفتر، وده اللي مسؤول على النتورك بتاع ديفكون وقت المؤتمر، وعنده فريق بيسميه نوك او نتورك اوبريشن سنتر اللي بينظم بيه الشغل ده كله. هتقول لي ما ايه اللي فيها، ما انا بعرف اظبط النت عندي في البيت. صديقي هناك فرق. هنا انت بتبني شبكة ضخمة جدا ومتقسمة لأجزاء في مكان بيستضيف 30,000 هاكرز على الأقل. لما واحد بس من الناس دي كفيل يبهدل كيانات كاملة، ما بالك عندك 30,000 بني آدم موجودين. فكمية الهجمات اللي بتحصل على الشبكة وقت المؤتمر مش قادر اوصفها. لكن في خبر جيد ان احنا نعرض بعضا من تقنيات الحماية دي ان شاء الله قدام ونشرحها، فلا تقلقوا. ازاي اروح ديفكون؟ طيب انت هنا مش محتاج تسافر عشان تحضر اي حاجة بتتعرض في المؤتمرات دي. في عندك حاجة اسمها ديفكون جروبس، ودي مجموعات من الناس زي اكتيفيتيز او انشطة على مستوى البلدان. ممكن ما تبقاش شائعة قوي في الوطن العربي لكن موجودة. عندك ديفكون ويب سايت، ودي عليها حرفيا كل كبيرة وصغيرة اتعملت في المؤتمر ده. يعني انت حتى لو عايز تعرف البادجات اتعملت ازاي في ديفكون 20 والصور والبرامج بتاعتها هتلاقيها موجودة هناك. كل التوكس والبي دي افس موجودة على الويب سايت. وعندهم كمان هيدن سيرفيس على تور نتورك او اللي هي الديب ويب. وعندهم برضو قناة يوتيوب ديفكون كونفرنس عليها كل الحاجات دي. واخيرا وليس اخيرا الديفكون فورم. طيب خلونا نجاوب على السؤال الاهم، هل الموضوع يستاهل؟ يعني اسافر وادفع تذكرة طيران واقامة وتذكرة المؤتمر نفسه؟ والله ده بيعتمد. انا مثلا اغلب المؤتمرات اللي كنت بحضرها كانت بالفعل فري، وكان الفايدة من وراها كبيرة جدا. خصوصا وانا طالب كان صعب عليا ان انا ادفع تكلفة كونفرنس اساسا. فمفيش اسرار كوكبية هتتقال في ديفكون. المحتوى كله بينزل اونلاين، مش حكر على الناس اللي هناك. فالمبلغ يوم ما هتدفعه مش هتدفعه فعلا علشان تعليم، انت بتدفعه عشان تخوض تجربة وتعيش الجو ويديك حافز تكمل بيه الاشهر الجاية كلها. وفعلا هتقابل ناس احتمال يغيروا نظرتك عن العالم ده. ولو انت رايح ديفكون علشان لما ارجع الاقي وظيفة، ففي الاغلب مش دي الطريقة المباشرة، مش هيحصل. فما تاخدهاش حجة وتصرف اللي وراك واللي قدامك. لكن لو مش هيأثر عليك ماديا او شركتك هتتكفل بالمشوار، اتفضل طبعا روح. ودي شوية نصايح لأي حد يروح ديفكون او اي مؤتمر ايا كان. اكتب عندك 2 أو 3 توكس على الاقل، ان انا دول اللي انا عايز احضرهم واقابل الناس اللي هتتكلم على الموضوع ده. لان موضوع الزحمة في المؤتمرات بينسيك انت رايح ليه اصلا. وكذا مرة ابقى انا واقف انا واصحابي، يا جماعة انا نسيت احضر التوك الفلانية، فده شيء طبيعي. الاجواء نفسها هتاخدك. عيش في الفيليجز، عدي عليهم كلهم، احضر، شارك، وشوف هما بيعملوا ايه. ولما السبيكر اللي انت مهتم بيه ينزل من على المسرح، روح واسأله. ساعات بيقولوا حاجات ما يقدروش ان هم يقولوها على الستيج اصلا، فهتستفيد منه بطرق تانية. ولو دخلت على التويتر بتاع نكرة.net هتلاقي ان المنشور المثبت هناك عبارة عن: نأمل ان نرى احد متابعينا يوما من الايام هناك، وسنترك هذه التويتة للايام. طبعا مش كحضور، كسبيكر، كحد يقف على الستيج ويعمل توك فعلا يكون لها تأثير. وانا هعمل حلقة كاملة عن ازاي تبقى ديفكون سبيكر، او مش ديفكون يعني، بس اني كونفرنس بشكل عام. ولو انت عاوز تجرب بايدك وتلعب في ورك شوبس وتتعامل مع درون هاكينج وكار هاكينج وكمان لوك بيكينج اللي عرضناهم، مش محتاج انك تسافر لاس فيجاس. اقرب مكان ليك هنا حاليا هو بلاك هات MAA. ده كان الهودي بتاعه. بصراحة كتر الف خيرهم الجماعة في المملكة العربية السعودية ان هم وفروا لنا حاجة زي كده. فممكن تروح وتجرب اللوك بيكينج عادي وكل الحاجات اللي انا ذكرتها دي. وعندك في الامارات في جايسك، بغض النظر ان عدد الورك شوبس في جايسك قليلة جدا، بس موجود ورك شوبس لان معظمه بيبقى برودكتس وشركات بتبيع المنتجات بتاعتها، كورسات، سوفت وير، سولوشنز، الى انه برضو من روحك لهناك هتستفيد. اكتر من توك حضرتها انا هناك قبل كده وكان ممتع جدا بجد، خصوصا البتاعه دي اللي بتقعد عليها والواحد بيغرق حرفيا جواها. لو ممكن اقعد اسمع كده السيشن وانام على نفسي، لا واحد بيصحيني هلو سر وير كلوزنج. المهم ما ننساش طبعا ان في واحده من اكبر مسابقات الCTF وهي سايبر دريل، والله مبارك الفريق المصري اخذ فيها مركز اول وحطم ارقام جينيس القياسيه فيها كمان ما بين 137 دوله. السنه اللي فاتت برضو كان مركز تاني، فاحنا في الصداره في الحته دي. دي رسالتي لاي سي ليفل في شركات السكيورتي في مصر. معلش يعني وانت بتحجز بوث للبرودكت بتاعك، خد لك مكان تاني جنبه واعمل عليه CTF صغيره كده على الماشي. هي في الاول والاخر استفاده ليك انت.
اي برودكت عندك قديم او سولوشن بتبيعه ممكن تعمل بيه CTF بسيطه. خد بالك ده هيعمل لك زحمه والناس تيجي وتشوف انت بتعمل، يعني هو سيلف ماركتنج في الاول والاخر برضه، منك افدت واستفدت، وين وين سيتويشن. فرجاء بصوا للموضوع ده. مش معقول اروح اسافر السعوديه عشان العب في شويه اقفال برضه، يعني مش منطقي. ما العب في بيتنا ولا العب بعد الظهر. ملخص الموضوع، داف كون مش مجرد مؤتمر، ده عالم كامل فيه الفوضى، فيه العبقريه، فيه البحث الحقيقي والهجوم والدفاع. لكن في النهاية هو واحد من أكتر الأماكن اللي البني آدم ممكن يتعلم فيها تكنولوجيا معينة وتعرف على ناس فيها فعلا بيعملوا فرق. سلام. وي arigatou gozaimasu.